واغلب الازمات اللي كاينه واغلب المشاكل اللي كاينه بسبب بعدنا عن كلام الله. الله عز وجل هذا القران هذا اعطى لنا دواء احنا متخلين عليه. عمرك شي واحد عنده حرب غادي الحرب مقدم على حرب وعنده السلاح وحط سلاح وغادي يراك بالجبهه، راه ما احنا دابا في الدنيا هذه عطانا الله عز وجل السلاح باش نحاربوا به في الحياه ديالنا، نحاربوا به الستريس، نحاربوا به الضغط، نحاربوا به الغش، نحاربوا به النفس ديالنا الاماره بالسوء، نحاربوا به الشيطان، نحاربوا به كل شيء، وكنحطوه في الدار ديالنا حاطين سادين عليه مغبر وكنخرجوا هكاك لله. غادي الانتحار هذاك هو الانتحار. نرجعوا للقران ديالنا وشوفوا واش غتبقى باقي شي امراض، نرجعوا للقران ديالنا ونشوفوا واش غنتشكاو باقي. شحال المشاكل بين الزوجين وفاش كتجي كتهضر معاهم كتلقى ولا واحد فيهم كيجلس يقرا القران، وانتم اش بغيتو يكون ثالثكم؟ انت ومرتك ثالثكم الشيطان، لان القران كتطرد به الشياطين وكتطرد به المشاكل. فاغلب المشاكل اللي كاينه في البيوت ديالنا بسبب البعد عن كتاب الله، واغلب المشاكل ديال الانسان مع نفسه ومع بسبب البعد عن كلام الله عز وجل. هذا القران هذا مبارك، كتاب انزلناه اليك مبارك. هذا القران هذا شرف وعز. قال الله عز وجل لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم. قال العلماء يعني شرفكم وعزكم. هذا القران هذا باش انتصر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القران هذا هو المعجزه النبي. تخيل معايا ما من نبي الا وجاء بمعجزه. والمعجزه اش كتكون؟ شنو المعجزه؟ المعجزه هي التحدي على سبيل الاعجاز فيما يتقنه. نجي دابا انت ما كتعرفش تعوم، نقول لك انا نتحداك نعوم هذا البيسي، ما كتسماش معجزه. علاش؟ لان انت ما كتقنش هذا الشيء هذا. فموسى عليه السلام جاء عند قوم يتقنون السحر، فأعطى الله عز وجل عصا ولات حية وأخرج يده فإذا هي بيضاء من غير سوء. عيسى عليه السلام جاء عند قوم يتقنون الطب، كانوا كيعترفوا في الطب وجاب واحد النيفو ما عرفوش، كيحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. امنوا هذه معجزه هذه، لان احنا كنتقنوا الطب، ولكن هذا النيفو هذا عاوتاني هادشي هذا اذا انت عندك شي حاجه. النبي صلى الله عليه وسلم ما كيعرفوا سحر ما يعرفوا طب، كانوا كيقيموا الاسواق والمواسم، سوق عكاظ ديال الشعر، يقرضون الشعر قرضا سنه كامله كتسمع الحوليه، وهما تيكتبوا ماشي يكتب قصيده سنه كامله كتسمع الحوليه، تيدور عليها الحول وكيجاو يزينها وكيناقشوا الدقائق ديال التفاصيل في القصيده. علاش قلتي الليل بارد وكذا والقمر ضاحك ومبتسم والغزال والريم ودم الغزال والتشبيهات والطب ديال الخيال العلمي ديال القصائد. في ذاك الزمن تقرا القصيده ديال المرء القيس فاش كتقرا بحال قدامك فيديو. فقلت لها سيري وارخي زمامه ولا تبعديني من جناك المعلل فمثلك حبلى قد طلقته مرضعين فالهيتها عندي تمائم محولي. يعني شي ابيات انت كتسمع ليها ولا كنتي كتعرف العربيه، هذاك الرجل كيوصف فيك المراه كتشوف فيها انت هو فيديو ترودي غادي قدامك وهي دارت هنا بحال هكا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جا عند هاد القوم هذول كيبرعوا في هذا الشيء هذا وجاب لهم كلام ما هو شعر ما هو نثر، هو حلو وموزون، وتحداهم به. الا قلتوا من عندي انا قل فاتوا بمثله، قل فاتوا ب10 سور مثله، قل فاتوا بسوره جيبوا على الصوره بحاله. فعجزوا انهم يجيبوا بحال هذا القران هذا، وهم عارفين انهم يقدروا انهم يبطلوا. قالوا ساحر، قالوا كاهن، قالوا كذا، بغاو يفضوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يجيبوا صوره بحاله. كاين ولا ما كايناش؟ غتسالي النبوه غيسالي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما قدروش. فاش جا مسيلمه الكذاب جا دار بحال القران، ما جابش حاجه جديده. قال الفيل وما ادراك ما الفيل له ديل قصير وخرطوم طويل. ضحكوا عليه العرب. هذا تحدى، قال لي عمرو بن العاص قال لي يا مسيلمه والله انك تعلم اني اعلم انك كذاب. يلا الخر هذا ديال التبرقين ضحك عليه. سبحان الله. سيدي ياسين، شنو هي الوصيه ديالك للناس في علاقتهم مع القران؟ الوالدين ديالنا داروا فينا خير كبير، وكل واحد فينا في الحياه ديالو كيتمنى انه يرد للوالدين ديالو شي حاجه. كاين ولا ما كاينش؟ الامنيه ديال كل واحد فينا هو انه يرد لوالديه شويه. تخيل معايا احد السلف جاء عند احد الناس من السلف جاء عند واحد العالم قال لي ارايت لو حملت امي على ظهري وطفت بها وسعيت ومشيت بها لعرفه، يعني دار بها الحج، اكنت رددت لها شيئا مما. قال لي ذاك العالم ولا صرخه من صرخاتها ما كانت توجه لك. شحال من صرخات شحال حجه خاصك، يعني مستحيل ترد لها، لكن كاين باش ترد لها بالقران. هذا الحديث من اعظم الاحاديث التي حفظتها في حياتي. حفظوا لي الشيخ ديالي ابو سلمة اللي ختم لي اول ختمه ذكر البخاري، حفظ لنا كلنا هذا الحديث هذا. وهذا الحديث هذا عظيم جدا. روى الطبراني في الاوسط عن ابي هريره مرفوعا: يجيء القران يوم القيامه كالرجل الشاحب، يوم القيامه يقول لصاحبه هل تعرفني؟ انا الذي كنت اسهر ليلك واظمئ هواجرك، وان كل تاجر من وراء تجارته، وانا لك اليوم من وراء كل تاجر. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله
ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والده حلتين لا تقوم لهم الدنيا وما فيها. فيقولان يا رب أن لنا هذا؟ فيقال بتعليم ولدكم القرآن، وإن صاحب القرآن يقال يوم القيامة اقرأ وارق في الدرجة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها.